ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض النهاردة شوربة هتخسسك حوالي 8 كيلو في اسبوعين او اسبوع كمان. هي فعلا فظيعة وحارقة جدا للدهون، وطعمها كمان حلو والله، مقبول مش وحشة. شوربة الكرنب احنا هنعملها النهاردة بالكرنب الاحمر والكرنب الابيض. هي ممكن تتعمل بلون واحد، كرنب احمر او ابيض او اي حاجة، بس انا حبيت يعني عشان برضو العين بتاكل قبل البق، فحاولت كده اكتر في الالوان عشان تفتح النفس. هنقطع الكرنب قطع زي اللي احنا شايفينها، او ممكن نفرمها في الكبة، اي حاجة. بس انا حبيت اعمل كل المكونات او كل الخضروات قطع كبيرة شوية علشان تبقى مشبعة وما تتهضمش بسرعة. هيكون معانا جزرة متقطعة، هيكون معانا كرنب احمر وكرنب ابيض اكتر شوية، انا مكترة الابيض شوية. هيكون معانا بصلة كبيرة مفرومة. هيبقى معانا فلفل حامي، عايزين نستبدله ببارد مش مشكلة، بس الحامي بيعلي الحرق، فانا حبيت النهاردة اكتر شوية من الحامي. هيبقى معانا معلقة توم كبيرة مفرومة، طماطماية متقطعة مكعبات. اول حاجة هننزل بمعلقة زيت في الحلة، يفضل زيت مش سمنة. هننزل نص البصل المبشور اللي معانا في الحلة، هيدبل بس مش هنحمره. هننزل كمان معلقة توم معاه برضه هيدبل، بس احنا مش عايزين نحمر الخضار خالص، احنا مش بنقلي خضار، مش بنقليه. هننزل بالطماطمايه المتقطعه مكعبات والجزر المتقطع مكعبات والفلفل الحامي اللي احنا فرمينه. كل ده هننزل بيه على البصل والثوم، وبرضه هياخد تشويحه بسيطه. مش عايزين نحمر الخضار خالص، عايزين يحتفظ بشكله وطعمه زي ما هو. احنا كده قلبناه تقلبتين بس كده، وبعد كده هننزل عليه بنص كميه الكرنب اللي معانا، علشان هي كتير جدا وهي متقطعه ني. لما بننزل بيها في الحلة نصها هيدبل، هننزل ببقية الخضار بعد كده. نص البصلاية المبشورة التاني هننزل برضو بيها دلوقتي مع الخضار. معلقة كزبرة خضراء مفرومة هتدي نكهة خفيفة كده لذيذة برضو. هننزل بقى ببقية الخضار. كمية الخضار اللي معانا دبلت في الحلة، دلوقتي ممكن نحط بقى بقية الكرنب كله معاه. انا بقول لكم انا مكتره النهارده الكرنب الابيض، عايزين تعملوا الشوربه كلها بكرنب احمر او كرنب ابيض بس مفيش اي مشكله. البهارات اللي معانا معلقه فلفل اسود، معلقه بصل بودر، معلقه توم بودر. الملح حسب الرغبه بقى، لان احنا هنحط شوربه مملحه. دلوقتي هنحط بابريكا مدخنه، انا بحب احط البابريكا المدخنه في كل حاجه. عايزين تستغنوا عنها استغنوا عنها. معلقتين كمون، الكمون نتوصى بيه قوي في الاكله دي عشان الكرنب طبعا. هنقلب كل المكونات دي مع بعض. احنا ملاحظين ما حطيناش ملح علشان هنحط شوربه فيها ملح. بعد ما نحط الشوربه وندوقها نحس اللي هي عايزه شويه ملح هنزود، بس ما نحطش ملح قبل الشوربه. يفضل اللي هي تتعمل بشوربه دجاج، هيبقى طعمها حلو جدا ومغذيه، وممكن تبقى وجبه مشبعه، وجبه كامله فيها شوربه وفيها الخضار، وممكن ناكلها وبعد ساعة كده ناكل اي اكل تاني. بس هي مشبعة جدا بصراحة، طعم وريحة ومفعول فظيع جبار. جربوا كده اللي انتوا تجربوها اسبوع كامل وشوفوا الفرق. احنا طبعا عاملين شوربة صحية وفي التخسيس، فاحنا ما بنحطش ملح عادي، انا حاطة ملح الهيمالايا الاحمر. يعني حاجة بسيطة حسيتها اللي هي عايزة ملح. هي كده استوت، اول ما نشوف الكرنب لونه بقى شفاف والكمية قلت خالص زي ما احنا شايفين كده، الخضار استوى معانا. هو ما بياخدش وقت خالص على النار. شايفين الكرنب بقى شفاف ازاي؟ نعرف اللي هي استوت من كده. والشوربة جاهزة معانا، ممكن ناكلها في رمضان جنب. يعني ممكن ناكلها الاول وبعد كده نصلي وبعد كده نرجع ناكل تاني، هنحس ان احنا شبعانين جدا ومش هنحتاج ناكل كتير جنبها. هي طعمها حلو جدا ومفيدة جدا ومغذية، وهتخسسنا في نفس الوقت. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم. بس لو جربتوها وعجبتكم قولوا لي في الكومنتات، ولايك وشير عشان ناس كتير تستفاد. باي باي.